هنقيم اللعيبة اللي هم شايفين نفسهم اللي هم مفيش حد قدهم في العالم كله، مسيطرين على الدنيا كلها بالأداء ده، مش هنعمل أي حاجة السنة دي. محمد الشناوي 2/10 عشان الكرة اللي شالها الانفراد دي خطأ من الدفاع. رامي ربيعة وياسر إبراهيم كالعادة زي الزفت، كل مباراة أسوأ من اللي قبلها، بس المهم عدت من غير أخطاء ومن غير أهداف. 2 رامي ربيعة و2 ياسر بتهيألي كتير عليهم الاتنين كمان. يحيى عطية الله صفر. عمر كمال عبد الواحد صفر، ولا هجوم ولا دفاع نافع الصراحة في الماتش ده، ولا عمل هجوم ولا دفاع، زي الزفت، تمريراته كلها بالغلط. مروان عطية 2/10. إمام عاشور -10/10. مفيش كورة عنده، كأنه بطل اللعب، ما تفهمش ايه اللي حصل له. مخه اتفرمط من بعد ما حلق، كان شعره كبير وشغال شوية، من بعدها زي الزفت. أكرم توفيق 1/10. طاهر محمد طاهر 0/10. وسام أبو علي مش هقدر ألومه الصراحة عشان لسه راجع من الإصابة، وكان المفروض ما يبدأش بيه أصلا. هديك يا وسام 5/10. رضا سليم الراجل كان بيحاول يثبت نفسه الصراحة. كرة كان مكتفه في الدفاع، كان مخلي إمام عاشور هو اللي قدام ورضا سليم اللي بيدافع، حطه أكنه 8 رضا سليم الصراحة. واللي عجبني الصراحة لما نزل حسين الشحات هو قفشة، غير الماتش بعد ما نزل، بس خصوصا قفشة نزل مسك اللعيبة كورة. قفشة هديه 7/10، قعد تحكيم في المباراة وهو معملش حاجة، بس مسك الأهلي كورة عن ما كنا شايفينه في الشوط الأول ونص الشوط التاني. الصراحة أداء زي الزفت، فريق زي الزفت، مدرب زي الزفت، واللعيبة كلها ما تستحقش. اللي شاد النتيجة كانت رؤوفة بيهم الصراحة، هم يطلعوا بنقطة من أرض أورلاندو بايرتس كده بالرأفة من أورلاندو بايرتس. الصراحة ما عملناش كورة بربع جنيه يا جدعان، يا قرف يا جدعان، هتودونا في داهية.